اولا دي الفويسات دي طبعا، الحاجات دي انا ما صرحتش بيها، دي حاجات متسربه من تليفوني متاخده، وانا هقدم بلاغ ضد اللي عمل كده. ولان دي انا ما صرحتش بيها لا للصحافه ولا لحد، فانا هتقدم ببلاغ ضد اللي عمل كده، وده جريمه يعاقب عليها القانون. وهتقدم ببلاغ ضد اي حد يشيرها، ضد اي موقع او اي حد هيشير كلام انا ما صرحتش بيه، انا هتقدم ضده ببلاغ. فانا بحذر اي حد انه يستخدم حاجه من الحاجات دي. تاني حاجه، محتوى الموضوع انه اللي انا ان اخوها مضى بتوكيل باثر رجعي، وهو لا يحق ليه توكيل ملغي يمضي باثر رجعي انه يتنازل عن السوشيال ميديا بتاعه شيرين بدون علمها. طب وده متقدم بيه بلاغ رسمي من المستشار ياسر قنطوش للنيابه والنائب العام، وتقدروا تحققوا من الكلام ده. فانا ما بقولش كلام مرسل او بقولش اتهامات مش موجوده، انا بقول اتهام شيرين مقدمه بيه بلاغ عن طريق المحامي، من طريق المحامي الكبير المستشار ميسر قنطوش. بيقول نفس الكلام ده، فانا ما بقولش كلام من عندي. واعتقد ان الناس بدل ما تهاجم المفروض تفهم مين السبب اللي مانع شيرين النهارده على ان هي تتواصل مع جمهورها او تنزل اغاني جديده، وهم تسببوا في مشاكل كبيره جدا بينها وبين شركه الانتاج بتاعتها. فاعتقد ان هم يعني، اعتقد ده رايي انا يعني، انه الناس تفهم ليه شيرين متعطله، وليه شيرين مش عارفه تنزل حاجه. وسبحان الله يعني انا يعني انا ما قصدتش طبعا ان انا اقول اي حاجه لاي حد او اصرح عن لسان شيرين او عن اي حد. انا بتكلم في محادثه خاصه على تليفوني، انه حد ياخدها ويسربها وينزلها، ده يعني شيء غير اخلاقي، واي حد هيتداوله هيبقى بيعمل نفس الجريمه. فانا بحذر اي حد ان هو يتناول هذه الفويسات او ينزلها عن لساني، لان انا ما صرحتش بيها. وبس المحتوى بتاعها محتوى سليم، ومتقدم بيه بلاغات في مكتب النائب العام، ومتقدم فيه بلاغات في النيابه. فاي حد هيتكلم عني سواء من الجمهور او من موقع صحفي، انا هتقدم ضده ببلاغ ومش هتنازل عنه. اي حد سواء من جمهور شيرين او غير جمهور شيرين هيسيء ليا هتقدم ضده ببلاغ ومش هتنازل عنه، لانه انا اديت لهم فرصه كبيره جدا ان هم يتراجعوا عن الكلام ده. شيرين نفسها صرحت وقالت ان انا عمري ما غلطت معاها، هم بس بيبصوا دايما للجانب السيء، بيمسكوا فيه، لكن انا بينسوا الجانب الحلو، ما بيعلقوش عليه. فانا من النهارده بعلنها اهو العلن، اي حد هيسيء ليا سواء من جمهور او من صحافه هتقدم ضده ببلاغ، وهاخد حقي بالقانون لحد الاخر، ولن اتنازل مهما حصل. جمهور شيرين يفهم ليه شيرين متاخره، وليه مش عارفه ترجع السوشيال ميديا بتاعتها. هو حان الوقت ان الناس تفهم. يعني طبعا هي حاجه حصلت مش صح ان حد يسرب حاجه من تليفون حد او ياخد حاجه من تليفون حد ينزلها، ولكن وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. كده المفروض جمهور شيرين يفهم هي ليه مش عارفة تتواصل معاهم، وليه مش عارفة تعمل حاجة، لأن هو ده اللي حصل بالظبط. اتمضى بتوكيل قديم بتاريخ قديم، يعني مضى بتاريخ بأثر رجعي، وتنازل بيه للشركة اللي هي المفروض فيها خلاف بينها وبين شيرين، تنازل بيه من وراها عن حاجة شيرين، وشيرين ما عندهاش أي علم بالكلام ده. فطبعا ده إجراء غير قانوني، وأعتقد إن ده هيتحاسب عليه. أنا برضو هرجع أقول لك ده مش كلام مرسل، ده كلام فيه متقدم بيه بلاغات رسمية للنيابة والمكتب النيابي العام.